السلام عليكم متابعي ومتابعات قناة تحريات. أهلا وسهلا ومرحبا بكن وبكم في حلقة جديدة من حلقات قصص وملفات قضايا جرائم حدثت بإحدى مدن أو قرى المملكة. نتمنى متابعينا الكرام تكونوا بخير في أحسن الظروف، في أحسن الأحوال إن شاء الله. وكالعادة لن نطيل عليكم في هذا التقديم، ندخل مباشرة في سرد تفاصيل وأطوار جريمة اليوم. قضية اليوم هي واحدة من قضايا الشرطة القضائية. قضية اليوم دارت الأحداث ديالها بنواحي مدينة أزمور. بالمناسبة هذه المدينة بالنسبة للناس اللي ما تعرفوا شيء هي بالمحاذاة أو في النواحي ديال مدينة الجديدة. قضية اليوم دارت الأحداث ديالها بالضبط في سنة 2005. واحد العائلة أو أسرة اللي كتكون من الأم عندها جوج ديال الأبناء ذكور وجوج ديال البنات. سيدة أرملة مات الزوج ديالها، توفى في واحد السن خلال هذوك الوليدات باقيين غير صغار. البنت الكبيرة أو البكر تقريبا في العمر ديالها هذيك 16 17 سنة، خوتها صغر منها بزاف. الأم خرجت تخدم لأن هي المعين الوحيد لهذه الأسرة، باش تخلص الكرا، باش تخلص الضوء، باش تخلص الماء، الله يحسن العون. هذوك الوليدات تا هما وصلوا لواحد السن في التمدروس، انقطعوا عن الدراسة، كلش مشى تيدير تيتعلم حرفة، كلش مشى تيبيع ويشري. وحده من هذوك البنات، أي البنت الصغيرة كيف قلت أنا، البنت البكر تقريبا في العمر ديالها شي 17 سنة، الوقت اللي توفى باها وصلت واحد الفترة وهي تزوج، مشات سكنات مع الزوج ديالها غير تما في مدينة أزمور. هذيك البنت هي الصغيرة في خوتها، تقريبا في العمر ديالها ديك 22 سنة 21 سنة. تعرفت على شي حد، هذاك اللي تعرفت عليه في إطار علاقة غير شرعية. اليوم غدا وقع واحد الحمل. الوقت اللي وقع الحمل هذاك خينا سمع بأن الدرية حاملة، زاد هرب، والدرية بقات واحدة تما في العائلة ديالها. هادوك جوج خوت ديال البنت الوقت اللي ساقوا الخبر بان اختهم حامله، طبيعه الحال كردة فعل ما رضاوش. شنو يقولوا الجيران؟ كيفاش غيبقاو هازينهم راسهم؟ هادشي اللي تيوقع بزاف ديال الاسر، وذكرتها في الكثير من الحلقات. شحال من اسره تلقاها عندها واحد التاريخ، واحد العائله في واحد المدينه ولا في واحد الحي ولا في واحد الدوار معروفين، السمعه ديالهم طالعه واخلاقهم. كتلقى تيخرج شي واحد في واحد الفتره تيطلع شفار ولا تيكحل من الوجه ديالهم، ولا شي بنت اللي تدير شي زبله بحال هادي تتكحل تدمر ديك العائله، خوتها ولا باها. كيفاش باقي غيقدر يهز راسو في ديك الحومه؟ صافي تتكون هذيك ضربتهم، ما رضاوش مساكن، الله يحسن العوان. الوقت اللي حملات جراو عليه من الدار، قالوا المهم هاد خيتي ما بقاتش اختهم بهذا المعنى. قال لها هي حنا في الدار، هما غير كارين. صدقات هذيك اختها اللي مزوجه غير تما في ديك المدينه، هي اللي احتضنتها وشداتها عندها تا ولدات. الاخر لاد بالفرار، والبنت ماشي نقولوا قاصره، في العمر ديالها 21 او 22 سنه، وبمحض ارادتها، وما كان لا اختطاف لا احتجاز، وكانت معاه في علاقه. ما بقاو ما مشاو لا ديكلارا ولا والو، بقاو تمها تتمشي مره عند والدي تتقول له ودي دير لنا شي حل، غير يتزوج بها ويطلقها، غير يكتب البنت في الحاله المدنيه وهذا. ولكن السيد كيقولوا ودي راه ما كاينش. يوم غدا الوقت اللي ولدات هذيك السيده، خوتها بداو تيتقبلوا بشويه اليوم غدا ترجعت البنت لدارهم، هي وهذيك البنيه الصغيره ديالها، ولات واحد البنيه. الام تخرج تخدم كيف قلت، ولات هاد البنت اللي حملات وولدات هي اللي تتبقى بوحدها في الدار. مره هذيك البنيه غادو تتكبر، مره تتقول لها بدي انا غادا نمشي نبات عند اختي، تتهز هذيك الرضيعه وتمشي. اليوم غدا واحد الليله وكالعاده قالت لهم ودي انا راه غادا نمشي عند اختي، غادا نبات عندها، والصباح راني غادا نجي. الام عند بالها لا هي ولا ولادها جوج بان بنتهم راه مشات عند اختها، دات بنيه الرضيعه ديالهم مشات،
وصلت تقريبا جويه ديك تقريبا ديك منتصف الليل، جات يدق عليهم واحد السيد سكران في حالة سكر، تيدق بواحد القوة، ومعاه مرتو تابعاه. خرج شنو كاين ما كاين، الناس ناعسين في ذاك الوقت، خرجوا خوت هذيك البنت. قال لي مودي هاكو ها بنت اختكم، ما تبقاش سيدي تجي تحط بنتها عند مرتي. ومرتو تما معاه تتقول لي ارى البنت، هو تيقول لها لا، البنت ما باقاش تدخل عندي، وانا هادي، وانا توقع شي مصيبه للدريه، وانا كذا، وانا اللي غنتحمل المسؤوليه. الدراري خداو بنت اختهم دخلوها، بداو تيقولوا للام ديالهم فين. قالت لهم ودي راه انا، قالت لي غنمشي عند بنتي فلانه، ولكن الدريه ها هي خلات الرضيعه ديالها غير عند شي وحده. طروا داك خوتها مشاو تيدقوا على ديك اختهم اللي مزوجه تما في ديك المدينه. قالت لهم ودي لا راه ما جاتش عندي. اذا البنت فين مشات الله اعلم. ما تتقول انا جيت في ذاك النهار مع شي 5 العشيه، قالت لهم وين راه غادا نمشي نبات عند فلانه. قلت لها سيري. اي ديك الوقيته مازال خوتها ما جاوش من الخدمه. البنت تيتسناوها تجي، ما جاتش. بقاو تيتسناو حتى الصباح، 6 الصباح، 11 الدراري تيمشيو للخدمه ديالهم، الام كذلك تتمشي للخدمه. الام ديال البنت، اي ام الرضيعه اللي غادي تعتبر من الان في حاله اختفاء، عندها الدوبل ديال المفاتيح ديال الدار. الدراري في ذاك الصباح بقاو تيتسناو ما جاتش، قالوا نمشيو للخدمه حتى العشيه ونجيو نتفاهموا معاها. الام كذلك خرجت مشات للخدمه، وقت اللي جاو في العشيه ما تيلقاوش البنت، ما لقاوهاش. ديك الرضيعه داتها الام عند بنتها اللي مزوجه، والسيده ما جاتش للدار. الوقت اللي جاو في العشيه ما تيلقاوها، سولوا بعض الجيران تما، قالوا ودي ما شفناهاش، ما شفنا حتى شي حد اللي دخل او خرج من الدار. غريب. السؤال اللي طرحوه العائله ديال هاد البنت هادي، وإلا كانت البنت كذبات على امها، قالت لها انا راه غادا عند اختي، غادا نبات عندها، بان في اخر المطاف بان الدريه ما كانتش بيت عند اختها. دات الرضيعه ديالها حطاتها عند شي وحده، راجلها يمكن جا سكران في ديك الليله، يعلم الله النقاش اللي وقع بيناتهم تما. جاب البنت تيدق على خوتها، جايه مرتو تابعاه تتقول لي ارى البنت ما ارى البنت. هو قال لي كود يا بنت اختكم، ما باقاش سيدي تجيب البنت عند مرتي. اذا البنت فين غادا تكون مشات؟ اكيد مشات عند شي حد اخر. نقولوا مشات عند شي عائله، لو كان مشات عند شي عائله راه غادا دي معاها بنتها. اذا هذه مشات عند شي حد، شي واحد باتت عنده، كاين شكون هو الله اعلم. حتى الا باتت عنده، علاش البنت ما جاتش في الصباح؟ هي دابا تقريبا العشيه هذه وما بانش. واش ساقط الخبار بان خوتها راه فطنوا، وصلت الخبر من اختها او كذا، ولكن اختها تقول ودي انا اختي ما هضرتش معاها، باش غادا نقول لها راه خوتي راه عاقوا بيك، وراه الناس جابوا البنت للدار، وهذه وهذه وهذه. وهي الضحيه، انا نسمي ضحيه من الان، مختفيه وضحيه، ما عندهاش التليفون باش هي غادا تعرف. والجيران قال لك ودي ما شفناهاش الوقت اللي جات في الصباح. امها تقول انا في ذاك الصباح خرجت تقريبا جوي ديك 7 الصباح خرجت. خوتها كيقول لك ودي انا، واحد تيقول خرجت مع السونس، واحد تيقول ودي راه خرجت انا والام ديالي، خرجنا بجوج، زيدت معايا الام ديالي في السياره حتى المكان الفلاني، مشات هي الخدمه وانا كملت طريقي. اذا السيده فين هي؟ مشاو تيديروا محضر البحث لفائده العائله، تيبلغوا على الاختفاء ديالها. جات الام بوحدها تتقول ودي راه شنو كاين، شنو التفاصيل اللي ذكرنا كامله من الالف الى الياء، تذكرات الناس ديال الشرطه. الام الوقت اللي جات عند البوليس تذكر، تقول ودي ها الصوره ديال بنتي تقريبا في العمر ديالها ديك 22 سنه او قرابه 22 سنه. تقول ودي راه شنو اللي وقع، وهاد التفاصيل اللي ذكرنا من بدايه الحلقه الى الان. ناس ديال الشرطه في ذاك الصباح تقريبا جوي ديك 10 كانوا تخبروا على اثر واحد المكالمه هاتفيه من شخص تيقول ودي راني عثرت على واحد الجثه ديال واحد البنت في المكان الفلاني. هذيك المنطقه اللي لقى فيها الجثه هي في منطقه نفوذ ديال الشرطه، بالمحاذاه مابقاش بزاف، امتار قليله على منطقه نفوذ ديال الدرك الملكي. الوقت اللي لقاه هو الجثه، خبر الناس ديال الدرك، بانوا لي بانه الجدرميه تما، قال لهم ودي اجي تشوفوا راه كاينه شي جثه هنايا. الناس ديال الدرك بقاو تيشوفوا تما،
هو اتصل بالناس ديال البوليس، قالوا له ودي حنا راه ماشي المنطقه ديالنا هنايا، وبقاو تيديروا في المعاينات ديالهم. اتصل هو بالناس ديال البوليس، جاو تما. بحسب محضر المعاينه الضحيه شابه تقريبا في العمر ديالها ديك 22 21 سنه، كترتدي واحد الجلباب وحافيه القدمين، اي ما لابسه حتى شي حاجه في رجليها، حداها مرميه حدا واحد صنداله مرميه بشكل متناسق بشكل عشوائي، كنقولوا حنا فرده هنا وفرده هنا. والضحيه مضروبه للراس ديالها واحد الضربه اللي هي قاتله بشي اداه اللي هي راده، ضربه قاتله دماء غطات الملامح ديال الوجه ديالها. شكون هي هاد البنت؟ مع الاسف ما لقاو حتى شي وثيقه، حتى شي حقيبه اللي كانت كتحوز الضحيه اولا شي هاتف نقال، شي حاجه اللي تفيد وتساعد الناس ديال الشرطه في تحديد هويه ديال الضحيه. مع الاسف حضروا الناس ديال التشخيص القضائي، من بين المعلومات اللي انتبهوا لها قال لك اودي هاد البنت هذه مرضعه، عندها شي رضيع او رضيعه، لقاو ما يفيد، لكن لاش نذكروا التفاصيل هذه؟ لان الجلباب اللي لقاو لابسه البنت، لابسه عزكم الله غير الملابس الداخليه ديالها، وفوق من الجلابه مباشره هذيك الجلباب مفتوحه من جهه الصدر، دونك التديين ديالها كانوا تيبانوا بارزين بشكل واضح، بين ما يفيد بان السيده فعلا راه تترضع. ولكن شكون هي الله اعلم. خداو الناس ديال التشخيص القضائي البصمات ديالهم. السيد كيفاش اكتشفتي الجثه؟ قال لك ودي جيت نقضي الحاجه ديالي، ها الشاحنه فين هي؟ راه معايا السيد، راني كذا راني كذا راني جيت هنايا، انا لقيت ودي الجثه، راني اتصلت بالناس ديال، بانوا لي الناس ديال دارك راني وقفتهم. ايوا راه هادشي اللي كاين. خداو الهويه ديالو، خداو الاقوال ديالو في المحضر، تم نقل الجثه المستودع للاموات. خبرت النيابه العامه بالامر، رجعوا الناس ديال الدرك ولا الناس ديال الشرطه التنسيق بيناتهم. لا كاين شي محضر البحث اللي تحط البارح او في ذاك الصباح، مع الاسف ما كاينش الجثه. كيف قلت تم العثور عليها جويه ديك 10 ونص الصباح. لكن اللي طال انتباه الناس ديال التشخيص القضائي كذلك هو قال لك اودي هاد البنت هادي راه تقتلات هاد الصباح، دونك الا كان شي محضر البحث لفائده العائله غيكون من هنا للعشيه، ولا من هنا الليل، ولا من هنا لغدا في الصباح، ولا من هنا لغدا في العشيه. واش البنت كانت غاده اولا البنت جاب رماها شي حد؟ هنا بان بان شي حد رماها تما. هذيك الطريق بالمناسبه ماشي طريق رئيسيه، هي طريق ثانويه تتخرج من واحد المنطقه، واحد الدوار تيمشي الطريق تادي لمنطقه نفوذ ديال دارك الملكي. دوك الناس قال لك اودي راه حنا جبنا شي صنادق ديال البطاطا حطيناهم لواحد السيد وجايين بحالنا، حنا ماشي من هنا. وتاكدوا الناس ديال الشرطه من الهويه ديالهم، بان ما انهم ماشي من تما، هما هاد الناس من نواحي السطات. بان بين السيده تحط، لان بحثوا معاهم عمقوا معاهم البحث. علاش؟ لان بان بين السيده تقتلت غير في ذاك الصباح. قالوا لي السبعه يكونوا هما اللي معاها وتعرفوها، جابوا حطوا تما وداروا هاد. وشحال من مره وقعات تتلقى بان شي حد تيدير شي زبله، تتكون غالبا ديك الضحيه ما كاينش شي حد اللي تعرفوا راه عنده بها علاقه ولا من عائلته ولا هذا، تيقول لي واش كون نعرف انا دايز ونقول لقيت جثه. هاد القضيه كنا استدنا واحد القضيه يمكن في البدايه ديال القناه ديالنا والبدايه ديالنا في المسار في هاد العمل هذا. سيد اللي عنده الارض ديالو كان تيجيب شي عزكم الله شي شاد جنسي، تيوقع داكشي اللي توقع بيناتهم. لقيت اللي شافوا بانه غادي يفضحوا مع ولادو، والسيد خدام بالوظيفه ديالو، قال هذا غادي يشوهني بعد ما يخسر. جابوا لهذيك الارض اللي وارثها هو وخوته من على والديه، ودفن السيد حتى المده ديال عام. عاد جا قال ودي انا جيت الارض ديالي هنايا وها شنو لقيت، ما يشبه قبر، راني حفرت حتى الفضول ديالي راني لقيت كذا وكذا. راه هو اللي قاتلو عام هذا ديال الايام. على اين بحثوا معاهم عمقوا معاهم البحث، ولكن الضحيه ما تعرفاتش شكون هي. البصمات غادي ياكدوا شكون هي من بعد، لان السيده عندها بطاقه تعريف. ولكن جات الام في ديك العشيه كيف قلت حطات محضر البحث لفائده العائله، تتقول بان بنتي راه عندها واحد الرضيعه وكذا. هاد المعلومات الناس ديال الشرطه عندهم. كيف قلت الناس ديال التشخيص القضائي قالوا ودي السيده راه تترضع، والبنت في العمر ديالها 22 عام كذا كذا. داو المستودع الاموات، شافت الجثه وتعرفت عليها، تتقول ودي راه هذه هي البنت ديالي. السيده مضروبه للراس ديالها ضربه ولا جوج ولا ثلاثه الله اعلم. هادشي غادي يكشف عليه الطبيب الشرعي بالتفاصيل ونقطه بنقطه، يكشف حيثيه ملابسه الوفاه
ديال الضحيه. والام تتقول ودي انا الهضره اللي ذكرنا بدايه الحلقه الى الان، بنتي خبراتني البارح قالت لي انا غادي نمشي نبات عند اختي. قالت لك ودي في اخر المطاف رحنا اكتشفنا بان ما بيتاش عندها، بان الناس راه جابوا لينا الرضيعه ديالها تقريبا جوي ديك 12 الليل. وقالت لك سيدي انا اليوم في الصباح راني خرج والبنت باقا ما دخلتش للدار، خوتها كذلك خرجوا والبنت باقا ما دخلتش للدار، رجعنا ما لقيناهاش كاع. قالت لك ودي هادشي اللي خلاني نجي عندكم نحط محضر البحث لفائده العائله. السؤال اللي تطرح في القضيه البنت اكيد هذه هاد الامور ما نهضروش فيها، ما باتتش عند اختها وما باتت عند شي حد من العائله. قالت ودي حنا عندنا العائله ديالنا، ولكن البنت الا كانت غتمشي عند شي حد من العائله علاش تكذب على امها تقول لها انا غنبات عند اختي؟ والبنت الا كانت غتبات عند شي عائله علاش ما غديش معها الرضيعه؟ غديها معاه اكيد. اش خلاتها عند هذيك السيده؟ اذا كنت غادا عند شي حد امها تقول ودي بنتي الا كانت غتمشي عند شي حد راه غتمشي عند الاب ديال بنتها. واش هاد السيده مزوجه؟ قالت لك ودي ما مزوجه شي، راه كانت تعرف شي حد وراه حملت منه وراه كذا وراه من هذاك الوقت هو هارب. في الاخبار ديالنا بانه هاد الايام هذه راه ولا تيبان ولا تيجي للدار ديالهم ولا كذا. قالوا لا ربما هو. تتقول الام يمكن الا كانت غتمشي عند شي حد راه غتمشي عنده هو. خرجوا البوليس مشاو للدار ديال هذاك الولد. والدي قال لك ودي فعلا راه مده هذه هو الدري غابر تقريبا هذه واحد المده ديال سنه او ربما اكثر. قال لك ودي راه عاد جا ماشي بزاف هذه واحد 3 شهور. فين هو الان؟ قال لك ودي راه خارج. وقتاش غيرجع؟ قال لك ودي راه ما عرفناش ما شنو تيدير هو. قال لك ودي راه ما خدام والو راه تيدور. قال لك راه شويه يقدر يبان. هذاك الولد زادوا الناس ديال الشرطه مشاو في حالهم، جا عندهم جا هو وبواه قال لهم ودي جيتو تتسولوا عليا كذا كذا. خداو بطاقه التعريف ديالو بحثوا معاه في هذه القضيه، فين كنتي البارح فين كذا فين كذا. هذيك الليله اي ديال البارح. ولكن نقول واحد النقطه، انا الناس ديال البوليس عندهم معطيات تتفيد بان البنت اختفت البارح، فين باتت الله اعلم وعند من الله اعلم. ولكن القتل راه البنت تقتلت في هذاك الصباح، في هذاك الصباح تقتلت البنت وطرمات تما. وهذاك المكان اللي تلقاو فيه الجثه ماشي هو مسرح الجريمه، لا البنت تقتلت في شي بلاصه اخرى وجابوها ورموها تما. هو تيقول انا البارح بت في الدار ديالنا، عائلته خوتو خواتاتو جيرانهم. قال لك ودي البارح السيد كان هنا في الدار ديالهم. والام تتقول ودي بنتي راه خرجت تقريبا شي 5:30، غير دخلت انا للدار من الخدمه خرجت هي، هزات البنت وخرجت. ولكن في ذاك الوقيته هو وحتى ل 11 حتى ل 12 الليل عائلته قال لك ودي بالسيد بيت هنايا. كان بحث معمق، الناس ديال الشرطه داروا خدمتهم، بان بان السيد ما عنده حتى شي علاقه باللقاء ديالو بهذيك البنت ولا حتى بالقتل ديالها. هادشي اللي تيذكروا هاد الناس. الام ديال الضحيه ما عندها حتى شي معلومه اللي تقدر تفيد بها الناس ديال الشرطه في البحث ديالهم والتحريات. كذلك الاخت ديالها قالوا له ودي انتما فين؟ قالت لك ودي حنا راه كايرين في واحد الحي الفلاني. هاد البنت هادي عندها شي صاحبتها، قالت لك ودي ما عندها لا صحابات لا والو ما كتجمع معها. قالت لك ودي راه كانت تتجمع مع شي بنات الجيران تما. قالوا ربما البنت الاسرار ديالها شكون غادي يعرفهم؟ ما تعرفهم الام ديالها ولا تعرفهم اختها، وإلا اختها والام ديالها ما عارفين شي يقدروا يكونوا صحاباتها. والبوليس ولاو تيقلبوا غير على شي معلومه اللي بداو منها راس الخيط ما كاينش. انتقلوا لهذاك الحي اللي تيسكنوا فيه. قالت لي ودي راه بنت فلانه وبنت فلانه راه هما صحابات بنتي اللي كنلقاهم دائما مجمعين مع بعضياتهم. وانا هذوك البنات قال لك ودي حنا ما في خبرنا حتى شي حاجه، ما عندنا حتى شي معلومه فين مشات البنت ولا واش تعرف شي حد او كذا او كذا وكذا. وتبين بعد البحث اللي داروا الناس ديال الشرطه ان الام قالت ودي راه شحال من مره بنتي تتمشي عند اي البنت اللي عندها الرضيعه تمشي عند بنتي اللي مزوجه. قالوا لي امتى اخر مره؟ قالت لك ودي يمكن النهار الفلاني ديال شي اسبوع. اختها تتقول انا راه ما عمر اختي باتت عندي، اختي ما تجيش عندي الا الا كانت غتجي عندي هي امي. بمعنى راه البنت فايته تتبات عند شي حد تتعرفوا. واش البنت خارجه للطريق كل مره مع واحد او لا مع شخص واحد الله اعلم. هادوك البنات قال لك ودي لا ما شفناهاش. بالحق بانت واحد المعلومه لربما افيد واجود واخير من هذه المعلومه اللي كانوا تيقلبوا على الناس ديال الشرطه. بوليس في ذيك الوقت جاو تما تيبحثوا مع دوك البنات بغاو منهم شي معلومات، لكن ما خداوش راس الخيط في هذا الاتجاه، ولكن كانت معلومات
عاليه الجوده وما كانوش يتوقعوا بانه غيتوصلوا للمعلومه. قال ودي هاد البنت هذه ما جاتش هاد الصباح، واحد السيده تما وحده من هذوك البنات كانوا بصاحبات مع الضحيه، قالت لك اودي راه جات اليوم في الصباح، حنا في خبارنا البارح الصداع اللي كان نايض الوقت اللي جاب هذاك السيد البنيه ومعاه مرته خوتها، قال لك اودي بقاو تيغوتوا على امهم تيقولوا لها وانت عارفاها فين مشات، امهم تتبكي، قال لك اودي راه في واحد اللحظه طاحت كنسمعوها امي امي عطيها الماء عطيها الماء، قالت لك اودي حنا ما بغيناش ندخلوا، هي تتقول لهم اودي انا راه ما عارفاش، هما تيقولوا لها لا امي انت عارفاها فين كتمشي وهذا، قال لك اودي راه بقاو محلفين عليها، قال لها غدا غنتفاهم معاها، انا غدا نقتلها ندير قال لك اودي سمعناها هاد الهضره. والبنت واش جات في الصباح؟ هو قال لك جات هنا للدار، قال لك اودي جات للدار، السيده تتقول انا كنت واقفه مع فلانه عند الباب ديال الدار وهذيك السيده غاده بالولد ديالها للروض تقريبا تيقولوا جويه ديك 8:30، جات البنت دخلات قالت لك بقينا تنهضروا اش لابسه، قال لك اودي لابسه جلابه، وتيقولوا حنا بعد ما دخلات هي للدار بقينا واقفين شي 5 ديال الدقائق هو يجي خوها، كاينه واحد في خوتها، قال لك اودي اللي عنده الطوموبيل رجع، قال لك غير دخلات حنا ما بغيناش نبانو تمايا، قال لك اودي سمعنا شي حاجه ديال الصداع، قال لك واحد اللحظه هو خرج ديما راه الطوموبيل ديالو وزاد ما عاودش رجع، قالت لك اودي راه واقيلا عاود رجع، واش عاود رجع ولا ما عاودش رجع، قالت لك اودي ما عرفتش واش سمعنا الصوت ديال الطوموبيل وتتقول السيده انا ما طليتش انا جارتهم ولكن ما طليتش، يمكن هو، قالت لك لي انا ما كاين حتى شي حد هنا في هاد الزنقه هادي عنده شي سياره من غير هذاك الولد. هذه معلومات مهمه لان الام تقول ودي انا جيت خرجت في الصباح قبل ما تجي بنتي، وخوتها كذلك تيقولوا حنا خرجنا قبل ما تجي مشينا للخدمه ديالنا، هذاك اللي عنده الطوموبيل تيقول انا مشيت انا والام ديالي، امه تتقول فعلا وصلني للخدمه وكمل طريقه هو العمل ديالو. الان بغاو يبحثوا معاه، تاكد للناس ديال الشرطه بان البنت جات للدار، والسيده اكدوا عليها البوليس، تقول اسيدي انا متاكده ولا ما صدقتونيش راه فلانه، مشاو جابوا ديك السيده اللي كانت تتقول كانت غادا بولدها البريسكولير للروض، قلت لك اودي فعلا انا الوقت اللي كنت واقفه مع فلانه راه قالت لي ودي بنا البارح راه اش وقع بقينا لازم متجاذبين اطراف الحديث، واحد الوقت تبان بان البنت دخلات تقريبا شي 5 ديال الدقائق وصل خوها دخل بدا تيتصادع، قالت لك اودي انا قلت لها الله يعاونك كان غادا ندي ولدي للروض، هذيك السيده طلعت في حالها، اذا فعلا هادشي كاين وارد ان البنت جات للدار وخوها جا تما، ولكن واش عاود رجع لان السيده تتقول راه عاود خرج بعد ما تصادع مع الاخت ديالو عاود خرج شفتو، ولكن واش عاود رجع تتقول لك ودي راه احتمال عاود رجع، انا ما شفتوش نقدرش ناكد لكم لان نتوما باغيين معلومات دقيقه، ولكن انا سمعت الصوت ديال الطوموبيل ووقفات هنا كنسمع بان وقفات ونزل شي حد، قلت لك ولكن هاد الزنقه هذه ما كاينش شي حد اللي غادي يجي ليه عنده الطوموبيل، سيرتو هي زنقه راه ما تتخرجش شي، راه اللي تيجي تما كيدخل تيقضي غراضو او ملي تيبغي يمشي راه تيخرج مارش ونارير عاد كيكمل الطريق ديالو. اذا هو احتمال اللي تيم الناس ديال الشرطه هو انه كاين تاكيد بان البنت جات للدار، خوها جابو تيبحثوا معاه اللي عنده الطوموبيل، قالوا دير الوقت اللي خرجتي انت في الصباح وصلتي معك الام ديالك الخدمه ومشيتي للخدمه ديالك، قال لك وديها فعلا ما عاودتيش رجعتي للدار، قال لك لا ما عاودش رجعت للدار، فاش تخدم انت؟ قال لك ودي راه تنخدم في واحد لوزين، فين بلاصه؟ قال لك ودي في النواحي ديال جديده، مشاو معاه لذاك لوزين هذاك المعمل، الوقت اللي دخلوا تما الاداره ديال الشارع قال لك ودي فعلا هاد السيده راه جا اليوم في الصباح، ولكن اكدت لهم الاداره حتى الشهود العمال اللي تما، قال لك ودي راه طلب من الشيف قال لي ودي راه عندي واحد الغرض راه جاني تليفون راه كذا اي الشيف ديالو تيقول راه جا طلبني، قال لك هو السمعه ديالو والعمل الجاد ديالو، قال لك ودي تمسدوا العذر، قلت لي سير قضي غرضك سير تنص النهار الثاني وجي، وخرج قال لك ودي فعلا خرج وما عادش عاود رجع، قال لك ودي راه جا حتى نص النهار الثاني في الوقيته اللي كيتغداو العمال، قال لك شي الوحده تقريبا الوحده ونص راه دخل الشركه، هو تيقول انا وصلت معايا الام ديالي حتى العشيه عاد جيت من الخدمه، اذا تنص النهار الاول الشركه تتاكد، قالوا لي الشريف راك رجعتي للدار ديالكم، الجيران شافوك الجيران،
الان هو السيد ما قادرش يتكلم، باقي تيقول لا انا مشيت للخدمه انا كذا، فعلا انا جاني تليفون. منين جاك التليفون؟ انا من هنا انا من هنا. السيد تيدخل يخرج الهضره شويه، الطوموبيل خسرت ليا شويه هادي. قال له ودي نمشيو معاه للدار ديالهم، لانه هو بحسب الهضره ديال الجاره اللي كتعتبر شاهده مهمه والاقوال ديالها ممتازه بالنسبه للناس ديال الشرطه في البحث ديالهم وعاليه الجوده، بناء على الاقوال ديالها تتقول راه دخلات البنت مورا ب5 دقائق جا خوها، دخل بقى تيتصادع معاها وعاود خرج واش هز شي حاجه؟ قالت لك ودي ما هز حتى شي حاجه، ولكن راه مشى وعاود رجع، احتمال عاود رجع. الا السيد تصادع مع الاخت ديالو خرج ومشى وعاود رجع، اذا نرجع شنو غيدير؟ احتمال غادي يهز الجثه يديها رميها تما، خاصه ان الناس ديال التشخيص القضائي قال لك ودي البنت تقتلت عفوا في ذاك الصباح، ولكن ماشي هذاك هو المكان صراحه الجريمه. خرجوا البوليس، النيابه العامه دخلوا للدار، تيقلبوا هنا شنو لقاو؟ كاين واحد الموكيط، دوك كيتسمى الموكيط اللي تيكون عند الباب ديال اي غرفه. تيقلبوا هنا واحد لقيته هو واحد البوليسي انتبه بانه كاين، لان كان بيركيزيسيون دقيقه، تفتيش دقيق جدا. كينتبه بان هذاك الموكيط فيه واحد القطرات ديال الدم. هذاك اللون ديال هذاك الموكيط بالمناسبه هو لون اخضر، وتيبان فيه بعض القطرات كانت واضحه بشكل او باخر. كاين الناس ديال الشرطه الهدف ديالهم ملي غادي يجيو يديروا بيركيزيسيون هو دقه الملاحظه والتفتيش الدقيق. تيسكاني الدار كامله، تقلب هنا وتقلب هنا. لاحظ بانه كاين اثار ديال الدم تما. يبقاو تيهضروا بيناتهم واش دم وماش ماشي دم، لا هذا راه سائل جديد. شنو الام قالت لك اودي انا الوقت اللي جيت ما لقيتش بنتي، خرجت ما سيقتي ما درتي حتى شي حاجه. قالت لك اودي لا، ولكن واش هذا دم الله اعلم. تخبروا الناس ديال التشخيص القضائي اللي التحقوا تما العين المكان، بقاو تيبحثوا وتيقلبوا هنا واحد لقيته هما عندهم دوك السدادر ديال العود ودوك الركيزات اللي تيكونوا لتحت الرجلين ديال السدادر. الوقت اللي قلبوهم الناس ديال كيلقاو لتحت، اي هذا اللي نظف راه نظف مزيان، ولكن تحت العود اي ما بين الزليج والركيزات بقى الاثار ديال الدم. الناس ديال التشخيص القضائي خدوا عينات من تمايا ورفعوهم للمختبر باش يتاكد واش هذاك دم ولا لا. بان بانه دم، ولكن الخبره العلميه اللي غادي تحسم وتجزم. الطبيب الشرعي من بعد تيقول في التقرير ديالو هو الاخر شاد في الاقوال ديالو رغم انه تيكذب، وكاين ما يفند الاقوال ديالو هو الاداره ديال الشركه والشيف ديكيب ديالهم. قال لك ودي طلبني، قلت لي سير اسيدي قضي شغالك. قال لك ودي راه شي مشاكل عائليه انا غادي نمشي، رجعني التليفون. قلت لي سير، وتا العشيه عاد جا حتى ديك الوحده ونص. الاخر باقي تينكر، قال لك لا انا فعلا، ولكن انا ما عاودتش جيت للدار وانا والسيده شاده فيه. تتقول لك لا راه شتو جارتي حتى هي شاهده وهذه بقى تيتصادع مع اختو. اذا بان بان السيد تيكذب. ولكن شنو اللي غادي يجيب ليه حبل وبونت كيف تيقولوا؟ هو التقرير ديال الطبيب الشرعي والعينات اللي طرفعت المختبر. العينات اللي طرفعت المختبر قال لك ودي فعلا هذا راه دم، ودم ادمي اي ديال الانسان. المقارنه ديالو مع الدم ديال الضحيه قال لك ودي راه كاين تطابق الدم ديالها الله يرحمها. اذا هي تقتلت في الدار. قلبوا لي الطوموبيل ديالو، مع الاسف ما لقاوش ما يفيد شي قطرات ديال الدم او كذا وكذا، مع الاسف ما كاينش. ولكن الدم اللي كان في الدار هو الدم ديال الضحيه. اذا الدريه تقتلت تما. الجيران تيقولوا رجعتي، السيد اعترف في اخر المطاف زيرو ما عنده فين، لان كلشي كان ضده. كلشي انا البنت جات للدار شافوها الناس وانت جيتي وعاودتي رجعتي، والبنت تقتلت تما. الدم ديالها اش كيدير تما في الدار؟ انت خديتي من الاداره ديال الشركه الوقت ورجعتي حتى للوحده ونص. اخر المطاف هو اعترف لهم، قال لهم ودي انا غادي نقول لكم اللي كاين، انا اللي قاتل الاخت ديالي. تيقول حسب الهضره ديالو، قال لك ودي الاخت ديالنا غلطات واحد الغلط كحلت لينا الوجه ديالنا. بهذا المعنى هذا هو مضمون الهضره ومضمون الاقوال ديالو. الوقت اللي حملات وولدات قال لك ودي حنا ما بقيناش قادرين نشوفوا في الناس. قال لكم مع ذلك مع الوقت اعتادوا وولفوا كيف تنقولوا ونساو الموضوع. قال لك في اخر المطاف كنكتشفوا بان الاخت ديالنا
ولا تتخلي بنتها عند الناس تمشي الله اعلم فين تمشي، واش تمشي عند شي حد. قال لك في ديك الليله الوقت اللي جاب لينا السيد قال لك ما رضيناش، قال لك هذا الصداع ما بيني انا والاخ ديالي والام ديالي. قال لك اودي شكينا بان الام ديالنا على علم وبان الام ديالنا عارفه فين كاينه، بغاش تقول لي في ديك الليله، وحنا بقينا تنضغطوا عليها طاحت استخفات لينا عاد عطينا الماء وهذا. قال لك ودي ديك الليله ما نعستش انا، قال لك ما نعستش. قال لك الاخ ديالي كذلك، قال لك نعست تقريبا حتى شي 5 الصباح. قال لك الغد ليه انا خصني نمشي للشركه، خصني نمشي نخدمه، زديت معايا الام ديالي حطيتها عند السيده وكملت طريقي. قال لك ولكن ما رضيتش، مشات للشركه تيقول وعاود رجع. قال لك رجعت للدار اللي انا عرفتها غادا تدخل للدار، جيت باش نتفاهم معاها، هو دخل تيتغاوت معاها. قال لك وهي تقول لي انت ماشي سخن. قال لك هزيتها ودي واحد العصا تما، واحد الهراوه ديال الخشب، ضربتها. فين ضربتها؟ قال لك ضربتها الراس ديالها. شحال من ضربه بحسب اعاده تمثيل الجريمه؟ قال لك وديها كيفاش وكيفاش وكيفاش وكيفاش. قال لك لقيتها مازال بالجلابه ديالها، ضربها الراس ديالها طاحت. الوقت اللي طاحت اش دار هو؟ تاكد لي بان البنت ماتت. هو بقى تيجيب الماء من هنا تيفيق فيها، شاف بان اختو ماتت. اش دار؟ هز الطوموبيل وزاد. الوقت اللي زاد قال انا خصني نخرج الجثه، مشى وعاود رجع. قال ربما الام ديالي تسالي بكري وترجع وتلقاها تما، ما خصهاش تلقاها تما. هو دورها في راسو، حسبها مزيان، حسبها ضرب لها 1000 حسبه كيف تنقولوا. قال تنفضل ان الاخت ديالي تلقى مقتوله وما تعرفش شكون، والام ديالي ما تعرفش بانني انا قاتل اختي وما نمشيش انا للسجن. الام ديالي ضاعت في اختي وما تضيعش فيا انا. ورجع وهز الجثه، بقى تيتحين تيطلب انا ما بالي حتى شي حد، وهز الاخت ديالو دارها في لامان. ومن بعد رجع تيقول عاود يرجع المره الثانيه، ولما دا الجثه عاود رجع المره الثالثه. قال لك غير المره الثالثه ما حطيتش الطوموبيل تما عند الدار. قال لك جيت فتحت بالمفاتيح ودخلت، نظفت هنا ونظفت هنا ونظفت السياره ديالي كأن شيئا لم يكن. كتب ديال الاخو اللي تضمن المحضر الرسمي ديالو. شنو المستفاد متابعينا الكرام؟ تقدم هذا المعني بالامر للعداله، تيقول انا غير تنازلت مع اختي، انا ما كانش في النيه ديالي القتل، لان فعلا هذيك الزرواطه تتقول الام كانت عندنا تما في الدار، صافي ما كانش عنده في الطوموبيل ودخل باش يضرب اختو وكذا. قال لك ودي انا دخلت عند الاخت ديالي باش نهضر معاها. قال لك والكلام اللي قلت لك، لا شوفي راه يا انت يا حنا في الدار، اما تهزي حوايجك تمشي في حالك، يا اما انا وخويا والام ديالي غادي نهزو حوايجنا ونمشيو في حالنا. قال لك ودي هاد الهضره هي اللي قلتها لها الوقت اللي حملاتو هذا. قلنا لها ودي يا انت يا حنا. قال لك هي بقات تقول ماشي شغلك، نتوما اللي ما عجبكمش الحال سيروا، انا حره، انا هادي انا. قال لك ودي ما رضيتش، هزيت هذيك وضربتها الراس ديالها. الدري غلط، زرب لحظه غضب، دار اكبر غلطه في حياته. ضاع في الاخت ديالو، والام ديالو ضاعت في بنتها، وغتضيع فيه حتى هو في السجن. تحكم 25 سنه. لكن في التقرير ديال الطبيب الشرعي تيقول بان فعلا البنت قبل الوفاه ديالها قال لك ودي راه كانت مضاجعه، ولقى ما يفيد سائل ذكوري ما تعرفش ديال من، وما تعرفش البنت مع من كانت في هذيك الليله. وماشي غير في ديك الليله، لان بحسب الهضره ديال اختها قالت لك ودي اختي ما عمرها جات باتت عندي، لا جات عندي تجي عندي هي امي. والبنت تقول امها بان فايته شحال من مره تخرج تتقول لها انا غنمشي نبات عند اختي فلانه. اذا هي كانت تعرف شي حد، ولكن ما تعرفش شكون هو، ما تعرفش نهائيا اللي كانت بيته عنده. كانت هذه مسطره لحلقه اليوم. شنو المستفاد متابعينا الكرام؟ كاين بعض البنات وكاين بعض الولاد كيف قلت تيكحلوا الوجه ديال العائله. واش كيتخيل الانسان انه لما تتوصل لدرجه تتولي انت والاخ ديالك، ولا انت وبنتك، ولا انت وولدك، تتولي تتقول ليه هي انت يا انا في الدار، صافي غير ما بقى لا شمل لا والو، ما بقات لا اسره لا والو، بدا كيتشتت داك الشمل. مع الاسف كاين بعض كيقولوا حوته تتخنز الشواري، بين قوسين استسمح على هذا الكلام، ولكن حقيقه الامر فعلا كتكون شي عائله نقيه وزوينه والامور غدا مزيانه، الاحترام المتبادل، العائله مستقره، كيوقعوا شي امور بحال هادشي تتعيف هاد الحياه. تتولي تشوف اختك ولا الام ديالك. انا تنقول لهاد البنات سيرتو شكون اللي كيدير هاد الفعيل هادي، غالبا تيديروها للنيات الصغار. الكلام ديالي موجه للوليدات الصغار والولاد الصغار. سيرتو البنات، الولد واخا حنا في المجتمع ديالنا هكا داير، الولد واخا تيغلط في هذا الغلط هذا ما عنده سوق. يقدر مثلا يعرف شي بنت ويحملها، ما عائلته عادي،
ولكن كاين شي حوايج تيديرهم، ربما السرقه، ربما شي حاجه، ربما تيكحل الوجه ديالهم. والبنت الا مشات دارت شي حاجه بحال هادشي تيلومها المجتمع، تتلومها الاسره، كلشي تيلومها، كلشي ضدها. حتى واحد كيولي كلشي سيرتو عائلتك كيوليو باغيين يتفكوا منها في اقرب وقت ممكن. نتمنى متابعينا الكرام ان الرساله تكون وصلت، وهذه الرساله هذه راه تنوصلها للبنيات الصغار 14 15 16 17 18 19 20 21. كاين اللي هي مسكينه تدير هكا، تتعرف على هذا وهذا، باقا مسكين ما عارفاش، ما عندهاش تجارب في الحياه، ما لقاتش اللي اثرها وما لقاتش اللي وجهها. تتلقى مسكينه تتعرف على هذا باش هي تتزوج، وكيكون الحلم ديالها الزواج من حقها. مزيان البنت يكون عندها حلم ديال تكوين اسره، وهذه سنه الله، سنه الحياه كيف تنقولوا، سنه الله في الخلق ديالو. خلق الله سبحانه وتعالى الذكر والانثى، خلق جعل منا الزوجين. هذه امور مزيانه، شي حاجه تتفرح. ولكن البنت تلقى راسها واحد النهار تتغلط واحد الغلط، تيضحك على هذا ويضحك على هذا، واحد النهار كطيح فيما لا يحمد عقباه، كتولي جايبه شي كرش اللي تتكحل به الوجه ديال هذيك العائله، ديال هذيك الدار، تولي فيها الظلام. انا عارف بان هذا الكلام ديالي بزاف الناس يقدروا ينتقدوني ويقول لك علاش البنت وراه بحال الولد بحال البنت. انا تنهضر باسم المجتمع، انا ما تنهضرش على، ما كنهضرش كرأي ديالي، كنقول بان المجتمع ديالنا والمجتمعات العربيه كلها مازال اليوم ما تيلوموش الراجل الا حمل شي بنت، بل تيلوموا البنت اللي حملات اكثر من الولد اللي حمل البنت. الراجل وقتاش تيحملوه المسؤوليه؟ الوقت اللي تيكون عنده الايغو ديالو، هذاك كنقولوا حنا القيمه ديالو عاليه في المجتمع. اما تيكون شي مسؤول كبير جدا، كنقصد مسؤول ماشي مسؤول كبير جدا، يعني الناس ديال القصر والناس وما جاورهم، تتكون القيمه ديالو تيكون كيخصو يحافظ على النظام العام، او لا شي حد اللي هو من الفئه من النخبه المثقفين او كذا تيدير الفعل تيتلام اكثر. اما الا كان شي واحد من هنا من هنا، حتى واحد ما تيتسوق ليه، هو عادي تيقول لك اي واحد يديرها. ولكن البنت من التقاليد ومن الاعراف ديالنا ما تعودناش ان البنت تحمل وتجيب كرش من الخلاء كيف تيقولوا. نتمنى متابعينا الكرام ان الرساله تكون وصلت. اشكركم على حسن الاصغاء والمتابعه، والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.